بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه تيلر وهو بيحكي عن قاتل متسلسل كان عنده هوس بالسادية الجنسية، وكان بيخطف دايما ضحاياه وبيعذبهم وبعدين بيربطهم بالعقدة الوتدية بعد ما بيقتلهم. علشان كده سموه بسفاح العقدة الوتدية، وده لأن الشرطة فشلت إنها تقبض عليه أو حتى تعرف اسمه الحقيقي. وبيكون السفاح توقف عن القتل بقاله 10 سنين، ولكن أهل الضحايا بيكونوا فاكرين اللي حصل وبيتجمعوا كل سنة علشان يحيوا ذكرى أهاليهم ويدعوا لهم. وبيكون تيلر ولد مطيع وبيساعد عيلته دايما، اللي مكونة من والدته سيندي ووالده دون واخته سوزي. وبيبان ان تيلر بيحب يتعلم من والده كل حاجة علشان والده بيكون مثله الأعلى في الحياة. وبيبقى تيلور عنده حبيبة اسمها إيمي وبيكلمها بقاله فترة، وبيطلب منها دايما انهم يتقابلوا، ولما بتوافق بيكون عايز يخليها تنبهر بيه وبشخصيته. فبيقرر يسرق عربية والده وهو نايم، وبيروح لإيمي وبيمثل انها عربيته، والخطة بتنجح وإيمي بتنبهر وبتعجب بيه جدا. وبتكون كل حاجة ماشية تمام لحد ما إيمي بتلاقي في باب العربية صورة ليها علاقة بالسادية الجنسية، فبتتصدم من تيلر وبتفتكره ان عنده ميول لده، فبتبعد عنه وبتطلب انها تمشي. ولكن تيلر بيفضل ينكر وبيقول لها انه ما يعرفش حاجة عن الصورة، ولكنها بترفض تسمعه وبتطلب يروحها للبيت. وفي تاني يوم بيتجمع تيلور مع عيلته على الفطار، وبيبقى متوتر بسبب اللي حصل امبارح، وكمان بيبدأ يشك في والده من بعد موضوع الصورة. وبيقرر يروح الكنيسة علشان يقابل صديقته إيمي ويحاول يشرح لها موقفه. ولما بيوصل بيلاقيها بتغني في الكورال، ولكن لما بتشوفه بتضير وشها وبيبان إنها كرهته. فبيتضايق تيلور وبيخرج بره الكنيسة، وهناك بيقابل صديقه بيلي، واللي بيحكي له بيلي عن بنت قاعدة هناك وملحدة اسمها كاسي. وبتكون البنت غريبة الأطوار، وده لأنها وحيدة وما عندهاش أصحاب، ودايما بتكون بتكتب عن جرائم القتل والحوادث اللي بتحصل في المدينة. وبيطلب بيلي من تيلور انهم يساعدوها ويدعوا لها انها تدخل المسيحيه، ولكن تيلور مش بيهتم علشان بيكون شغله مشكله صديقته ايمي اللي بترفض تتكلم معاه لحد ما بتمشي من المكان. فبيحبط تيلور وبيروح البيت، واثناء ما هو موجود بيلاحظ ان والده بيدخل الكوخ بتاعه وبيقفل على نفسه بالمفتاح. وبيحس تيلور ان والده شخص غامض وبيخفي اسرار عن عيلته، فبيقرر انه يراقب والده لحد ما يعرف ايه السر اللي هو مخبيه. وفي يوم الذكرى السنوية لضحايا سفاح العقدة الوتدية بيروح تايلور علشان عارف ان صديقته ايمي بتكون موجودة هناك، ولما بيوصل بيحاول يتكلم معاها، ولكنها بتتهرب منه وبتتجاهله وبتطلب انه يبعد عنها علشان محدش يشوفهم مع بعض. فبيستنتج تايلور ان ايمي حكت لكل اصحابها عن اللي حصل، وبيتأكد من ده لما بيشوف كل اصحابه بيرفضوا التعامل معاه. وبيروح علشان يتكلم مع صديقه بيلي، فبيلاقيه هو كمان رافض يتكلم معاه. فبيحس تيلور وقتها انه خسر كل الناس، وبيحزن جدا على نفسه وعلى اللي بيمر بيه. وبيتفاجئ ان كاسي جايه تواسيه وبتقوله انها كانت مراقباه وسمعت كل اللي حصل، وبتكون عايزه تعرف عنه اكتر لان ده هيفيدها في مقالتها اللي هي بتكتب عنها. ولكن تيلور بيتضايق اكتر وبيسيبها وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيقرر انه يلاقي طريقه علشان يدخل بيها الكوخ بتاع والده، وساعتها يفتش في اغراضه علشان يعرف اكتر عن السر اللي مخبيه. فبيستنى والده يمشي وبيروح عند الكوخ بتاعه، وبيلاقيه مقفول برقم سري ومش بيبقى عارف هو ايه الرقم. وبعد محاولات كتير جدا بيقدر يفتحه لانه بيتوقع ان الرقم السري عيد ميلاد اخته الصغيره سوزي. ولما بيدخل بيفتش في كل الاغراض والكتب بتاعت والده، ولكنه مش بيلاقي حاجه. ولكن فجاه بيلاحظ وجود مخبأ سري تحت الارض، فبيروح وبيفتحه وبيلاقي صندوق قديم واللي بيكون فيه مجلات بتتكلم عن السادية الجنسية. واثناء ما هو بيفتش بتوع صوره من المجلات لواحده ست مربوطه ومتصوره تحت الاكراه، وبيكون مكتوب على الصوره نورا المفضله عند لوكي. وساعتها بيتصدم تيلور من اللي هو شايفه، وبيبدأ يحس ان ابوه هو السفاح فعلا. وبسرعة بيرجع كل حاجة لمكانها وبيخرج بسرعة قبل ما والده يرجع ويشوفه، ولكنه بينسى يقفل بالمفتاح، وده اللي بيخلي والده دون يعرف ان تيلور دخل الكوخ من وراه. وبالليل بيفضل تيلور يفكر في اللي شافه وما بيقدرش ينام، فبيفتح اللابتوب بتاعه وبيبحث عن اسم نورا اللي شافها في الصورة، واللي بيتضح انها كانت ضحايا من ضحايا السفاح العقدة الوتدية. وبيكون مصدوم من اللي هو شايفه، ولكن فجأة بتدخل عليه والدته وبتجبره يقفل اللابتوب ويروح ينام. وفي تاني يوم بتبعته والدته لوالده علشان يتكلموا، وده بسبب انها افتكرته كان بيستخدم الانترنت امبارح علشان يتفرج على حاجات مخلة. وبيبقى والده عارف ان تيلور سرق عربيته من وراه، وبيقول لابنه انه عارف قد ايه هو صعب عليه انه يكون في مرحلة المراهقة ومتدين في نفس الوقت. ولكن تيلور بيعدي الموقف بعد لما بيحس بغرابة اكتر تجاه والده اللي لسه مش فاهم قصته لحد دلوقتي. وبيروح تايلور لبيلي صاحبه وبيحاول يشرح له ان الصورة ما كانتش بتاعته، ولكن بيلي ما بيرضاش يسمع له. فبيحس وقتها باليأس وبيروح للكنيسة، وهناك بيشوف كاسي وبيقرر يروح يتكلم معاها يمكن هي اللي تسمع له وتساعده. وساعتها بيطلب منها انهم يتحروا اكتر عن ضحايا السفاح اللي هي مهتمه بالكتابه عنه. وبالرغم من انها بتكون قلقانه من طريقته، الا انها بتطلب منه انه يقابلها الساعه 3 في عنوان محدد. وفي تاني يوم بيروح للعنوان وبتديله كاسي صندوق فيه ادله عن قضيه السفاح وكتاب بيحكي عن ضحايا القاتل. وبيتضح ان كاسي عايشه مع المحققه اللي كانت شغاله على حل القضيه وكتبت كتاب عنها.
وبعدها بتشرح له كاسي ان لكل قاتل متسلسل علامات ونمط خاص بيه، وان القاتل ده ليه نفس العلامات المشتركه زي الاحبال اللي مربوطه على شكل عقده مميزه في بيوت كل الضحايا. وعلى الرغم من ان القاتل اتوقف عن القتل بقاله 10 سنين، الا ان كاسي بتكون مؤمنه ان القاتل هيرجع يقتل تاني وانها لازم توقفه عند حده. وبالليل بيكدب تيلور على عيلته وبيقول لهم انه هيدي دروس خصوصيه بعد الظهر كل يوم، وده طبعا علشان يقدر يلاقي وقت يقضيه مع كاسي لحل قضيه السفاح. وده اللي بيحصل بالظبط تاني يوم وهم بيدوروا على اي دليل يعرفهم على شخصيه السفاح. ولكن تايلور ما بيبقاش عارف ان والده بيراقبه دايما من بعيد وهو بيخمن ان كاسي تبقى حبيبته. وفي يوم بيرجع تايلور للبيت وبيوقف والده وهو بيقوله انه عارف انه ما كانش بيدي دروس زي ما قال له، وانه خرج علشان يقضي وقت مع حبيبته اللي ما قالش لحد عنها. وبعدها بيطلب من ابنه انه ما يكدبش عليهم تاني ويجيب حبيبته ويعزمها على العشاء في البيت علشان يقدروا يتعرفوا عليها. فبيتوتر تايلور وبيخاف ان والده يكون عارف ان هو بيدور على اي دليل علشان يثبت ان هو السفاح، ومش بيبقى قدامه حل غير انه يسمع كلامه ويجيب كاسي على البيت علشان يثبت لهم انها حبيبته. فبيروح لكاسي وبيطلب منها انها تمثل انها حبيبته قدام اهله على العشاء وانها ما تتكلمش خالص على اللي هم بيعملوه. ولما بيحضروا بترحب عيلة تيلور جدا بيها، وعلى العشاء بيتكلم والد تيلور مع كاسي وبيحكي لها عن العقد اللي هو بيعرف يصنعها، وانه تقريبا عارف كل العقد الموجوده في العالم لانه رئيس الكشافه. وبتساله كاسي عن العقده الوتديه فبيشرحها لها باحترافيه، وكمان بيكلمها عن معلومات خاصه بالكشافه، وبيمر وقت العشاء من غير اي مشاكل. وفي الطريق بتسال كاسي تيلور وهي بتهزر لو هو بيشك ان والده هو السفاح، وهو بيحس تيلور بالخوف من السؤال فبتضحك كاسي وبتقول انها بتهزر وان هو واخد الموضوع بجديه. ولكن تيلور بيقاطعها وبيحاول يثبت لها وبيقول لها على المجلات والصور اللي لقاها في الكوخ. ولكن بتقول له كاسي ان والده ليه ميول منحرفه زي ما في ناس كبيره في السن ما بتعمل، وبتقول انه مستحيل والده يكون هو السفاح وده لانه شخص طبيعي وعنده عيله. وبيرجع تايلور للبيت وبيساعد اهله في اعمال النظافه، ولكنه بيبقى دايما مش مطمن وشاكك في والده. وبالليل ما بيكونش عارف ينام وفجاه بيسمع صوت خبط على الشباك، فبيتفاجئ انها كاسي وبتقول انها ما عرفتش تنام هي كمان بسبب اللي سمعته من تيلور. وبتحكي له على ان الضحايا الخمسه للسفاح جالها رساله قبل وفاتها باسبوع، وان ممكن المعلومه دي تساعدهم في حل القضيه. وساعتها بياخدها تايلور للكوخ علشان يوريها الصندوق اللي هناك، ولكن بيتفاجئ انه اختفى. ولكن كاسي بتدخل دراعها في فتحه صغيره وبتطلع ورقه مرسوم عليها مخططات للتعذيب الجنسي، فبتصور كاسي المخططات علشان تقدر تعرف هل الخط ده خط والد تيلور ولا خط حد تاني. ولكنها بتمشي بسرعه وبتطلب من تيلور انه يركز مع والده جدا الفتره الجايه. وبعد ما بتمشي كاسي بيكتشف تيلور ان المخططات بتودي لغرفه تحت البيت، واللي بيدخل فيها تيلور بصعوبه بيلاقي اوضه صغيره فيها حمام ودش، وبيلاقي هناك مجلات فيها صور بنات مربوطه ورسومات ليهم، وكمان بيلاقي صندوق صغير مليان رخص سواقه واللي منهم رخصه نوره ضحيه السفاح. فبيتاكد تيلور ان والده دون هو السفاح فعلا. وفي تاني يوم بيكون تيلور صاحي وحاسس بالاحباط بسبب اللي عرفه عن والده، وان ازاي مثله الاعلى اللي هو والده يبقى هو السفاح اللي انهى حياه 10 ضحايا ابرياء. واثناء ما هو بيفكر بيدخل عليه والده واللي بيطلب منه يروح يخيموا سوا، ولكن تيلور بيرفض، ولكنه بيوافق في الاخر بعد ما والده بيلح عليه. وبيوصلوا الاتنين للغابه علشان يتدربوا على التصويب بالبنادق. واثناء فتره الراحه من التدريب بيسالوا والده لو هو قال حاجه لاي حد عن اللي شافه، فبيترعب تيلور وبيمثل انه ما شافهمش وهو بيتكلم عن ايه. ولكن دون بيقولوا انه عارف انه دخل الكوخ وشاف كل الموجود في الاوضه السريه. وبيقولوا دون ان الصندوق ده بتاع اخوه رودي، وانهم لما كانوا شباب كانوا مهتمين بالحاجات اللي موجوده في الصور، ولكن لما كبروا بقى دون عاقل وبطل ده، في حين ان رودي كمل زي ما هو وبقى سفاح. وان ساعتها طلب منه دون انه يسلم نفسه، ولكنه ساعتها حاول رودي انه ينتحر، ولكن محاوله انتحاره فشلت وبقى جسمه مشلول بالكامل. وبيتصدم تيلور باللي بيسمعه لانه كان عارف ان عمه عمل حادثه اثرت عليه وخلته في الوضع اللي هو فيه حاليا. وبيسال دون على انه ليه متخلص من الصور، فبيقولوا دون انه ملقاش وقت مناسب لحرق الصور علشان كان مشغول انه ينقذ عيلته من الفضيحه والاذى. وبيعتذر دون لابنه اللي بيقول انهم لازم يسلموا الادله او يخفوهم للابد. ولما بيرجعوا للكوخ بيجيب دون كل الصور والادله وبيحرقهم، وبيبقى تيلور فاكر ان اللي عملوه ده هو الصح وانهم بكده بيحافظوا على سمعه العيله. وفي تاني يوم بيحضر تايلور حصه لتعليم ربطه العقده مع والده اللي لسه بيمثل ان مفيش اي حاجه حصلت. وبعدها بيتكلم مع كاسي اللي متعصبه منه لانه اتخلى عنها، وبتقوله انها قدرت تدخل الاوضه السريه اللي في الكوخ وانها اكتشفت فيها ادله تاني علشان تساعدهم. ولكن ساعتها بيدافع عن والده اللي بيكون شايفه مظلوم، ولكن ما بتصدقهوش كاسي وبتطلع الملفات من شنطتها. وفجاه بيطلع بيلي اللي بيزعل كاسي بسبب انها مش مسيحيه، فبيدافع تايلور عنها وبيتخانق معاه. وبيتم استدعاء الشابين من القائد راندي وبيزعق لهم على تصرفهم. ولما بيرجع تايلور للبيت بيلاقي رساله من كاسي عند الشباك وبيفتحها، ولكنه مش بيهتم بيها. وفي تاني يوم بيركب تايلور الباص اللي هيوصله لبرنامج التأهيل للقيادة، وبيكون تايلور مرتاح بعد ما عرف الحقيقة ورجع علشان
علشان يعيش حياته بشكل طبيعي من غير قلق. وفي البيت وأثناء غياب تايلور بيقترح دون على مراته إنها تاخد بنتهم ويروحوا يزوروا جدتهم، وبتوافق مراته سيندي إنهم ياخدوا أجازة لمدة أسبوع. وفي تاني يوم بتودع جوزها وبتتحرك مع بنتها، وبيلاقي دون الفرصة إنه يعمل كل اللي هو عايزه، وبيخرج يقابل سكان المدينة وبيشتري حاجات من السوبر ماركت. وهناك بيقابل واحدة ست عند قسم المجمدات، وبيفضل دون يبص لها وبيراقبها لحد ما بترجع لبيتها. ولما بيرجع لبيته بيطلع للمخزن اللي فيه معداته والكاميرا القديمة بتاعته، وبعدها بينصب الكاميرا في الصالة وبيلبس فستان من فساتين مراته وبيربط نفسه. وبعدها بيروح لأوضة النوم وبيتفرج على الفساتين اللي على السرير، وبيبان إن هو مستمتع باللي بيعمله. وفجأة بيرن جرس الباب، فبيغير دون هدومه بسرعة وبيروح يقابل كاسي في الطرقة اللي بتدور على تايلور. فبيقولها دون إن تايلور في الطريق للبرنامج ومش هيرجع إلا بعد أيام. وبعدها بيمسك الكاميرا وبيقترح على كاسي إنه يصورها، وبتوافق كاسي. ولكن بتمشي كاسي فجأة لما بيتصل بيها والدها وبيطلب إنها ترجع. وبيفضل دون يبص على الصورة وبيبقى متعصب وبيتجنن، وبيدخل في هستيريا لأنه كان المفروض يستمتع باللي بيعمله. ولكن حاليا كل حاجة اتغيرت فيه، ما بقتش تخليه يستمتع زي ما كان بيعمل زمان. فبيتملك دون نفسه وبيروح لبيت الست اللي شافها في السوبر ماركت، وبيقدر إنه يوصل للقبو وبيربط هناك العقدة الوتدية على المواسير. وبيحاول يكمل يومه طبيعي، وبيروح دون للكنيسة وبيقابل أخوه وزمايله. ولما بيرجع للبيت بيحط كل المعدات اللي هيستخدمها في القتل على السرير، وبيتصل على مراته سيندي علشان يطمن عليها. وبعد ساعات بيوصل دون لبيت الضحية، وبيدخل دون القبو من الشباك وبيمشي بالراحة تجاه الصالة مكان ما الضحية نايمة. وبيبدأ دون يستمتع باللحظة قبل قتلها، ولكنها بتصحى فجأة. فبيكتفها دون وبيهددها إنه هيضرب عليها نار لو هي عملت صوت، وبيحذرها إنه لسه سارق بنك ومحتاج مفاتيح عربيتها. فبياخد مفاتيحها ورخصة السواقة من شنطتها كتذكار ليه زي ما بيعمل مع باقي الضحايا. وبتكون الست مرعوبة وهي بتتفرج عليه، فبيصورها دون وبيهددها إنها لو بلغت الشرطة هيدي صورة لصاحبه وساعتها هيتصرف معاها. وبيأمرها إنها تجيب شنطته وتدخل وراه لأوضة النوم علشان يربطها. وبتعمل الست كل ده وهي بتعيط من شدة خوفها وألمها، وهو بيربطها جامد. وبيتكلم معاها دون بشخصيته المصطنعة، وفجأة بيخنقها بالحبل وبيربطها في السرير. وبعدها بيجيب دون كرسي وبيبص عليها وهي قدامه على الأرض، وبيستخدم ملابسها الداخلية وبيلفها حوالين راسها وبيصورها بالكاميرا وهي بتتعذب. ولكن فجأة بيدخل ابنه تايلور وبيكون معاه بندقية وبيظهر في الطرقة، وبيتضح إنه ما سافرش. وبنرجع للماضي قبل وقوع الحادثة لما جاله رسالة الاعتذار من كاسي، واللي بيروح يقابلها في بيت نورا ضحية السفاح. وساعتها بيصارحها تايلور وبيقولها إنه نفسه يخرج معاها، ولكن لما يوقفوا السفاح عند حده ولما بيقرب منها علشان يبوسها بتبعد عنه، وبتقوله يركز دلوقتي على اللي هما جايين علشانه. وبتعرفوا كاسي إن السفاح داخل القبو وقتل نورا هنا على الأرض، وإن من وقتها كاسي اهتمت بجرائم السفاح ده، ولكن محدش رضي يسمع لها أو يصدقها. وده لأن نورا تبقى والدة كاسي اللي اتقتلت لما كان كاسي عندها 5 سنين. وبتسأله كاسي على اللي حصل بالظبط علشان يتغير فجأة وما يدورش عن القاتل. فبيعترف لها تايلور إن والده قال له إن عمه رودي هو السفاح وإنه حاول ينتحر، وبسبب سمعة العيلة قرروا إنهم يحرقوا كل الأدلة بعد لما خلاص عمه رودي أخد جزاءه وبقى عايش مشلول. ولكن مش بتقتنع كاسي بالقصة دي، وبتقوله كاسي إنها لقت حاجة لما كانوا في الأوضة السرية، وهي إن الأحبال اللي هناك مطابقة تماما للأحبال اللي لقوها في ملفات التحقيق اللي كانت وقت جريمة قتل أمها نورا. وساعتها بيفتكر تايلور إنه لقى رخصة والدتها في ممتلكات والده، ولكنهم حرقوا كل الأدلة علشان ينقذوا العيلة. فبتطلب منه كاسي إنه لو فعلا شاكك في والده لازم يساعدها ويحلوا القضية دي للأبد. وبيقتنع تايلور بكلامها وبيعملوا خطة علشان يوقعوا القاتل. وبتبدأ الخطة لما بيكون تايلور في الباص بعد ما ودع والده دون، ولكن فجأة بينزل منه وبيروح لبيت كاسي، وبيبدأوا يحلوا سوا القضية ويجمعوا كل الأدلة، وبيبدأوا إنهم يتجسسوا على دون. واللي بياخدوا بالهم منه لما بيكون بيراقب الست في الماركت، فبيدخل تايلور لبيته من ورا والده، وبيوصل لأوضة النوم وبيحط GPS على موبايل والده علشان يعرفوا كل تحركاته. ولكن فجأة بيدخل دون الأوضة، فبيستخبى تايلور تحت السرير وهو خايف، وبيتصدم لما بيشوف والده وهو لابس فساتين والدته. فبيبعت رسالة كاسي إنها تلحقه قبل ما يتكشف، وساعتها بتقدر توصل كاسي فعلا للبيت وبترن جرس الباب. واللي بعد دقايق بيتصل تايلور بيه على إنه والدها وبيطلب منها إنها تروح البيت. ولما بيوصلوا لبيتها بيفضلوا يراقبوا تحركات دون، وبيتحركوا ورا GPS لحد ما بيوصلوا لبيت الضحية. وساعتها بتشوف كاسي دون وهو بيربط العقدة الوتدية على المواسير عند القبو، وساعتها بتتأكد كاسي إن هو ده بيت الضحية الجديدة للسفاح. وفي تاني يوم بيدخل دون لبيت الضحية، وبيدخل وراه ابنه تايلور وبيكون شايل بندقية، وبيدخل الأوضة ومعاه السلاح وبيقدر يمسك والده وهو متلبس بجريمته. ولكن دون بيحاول يهديه وبيقول له دون إن المفروض ما يطلعش السلاح إلا لو كان في نيته إنه يستخدمه بجد. ولما بيطلب منه تايلور يسلم نفسه، ساعتها بتحرر كاسي الست من الكيس قبل ما تموت. فبيحاول دون إنه يقلب الموضوع لصالحه وبيقول لابنه إن كاسي بتتلعب بيه، ولكن كاسي بتقوله إنه كدابة وبتروح تاخد السلاح. وساعتها دون بيمسكها وبيخبط راسها في الحيطة، وبيقدر إنه ياخد البندقية من
من تايلور وبيكون هيقتله، لكن السلاح بيكون فاضي، فبيهجم تايلور عليه ولكن دون بيمسكه وبيخنقه، ولكن بتيجي كاسي من ظهره وبتضربه على راسه لحد ما بيفقد الوعي. ولما بتحاول انها تتصل على الشرطه بيوقفها تايلور وبيمنعها، وبيقرروا انهم يتخلصوا منه بنفسهم علشان يحافظوا على اسم العيله. وبيبداوا يسحبوا دون للغابه وبيجهزوا كل الاجواء كأن دون كان بيخيم وانه مات عن طريق الغلط لما كان بينظف مسدسه. وبيتفقوا انهم ما يعرفوش الشرطه حاجه، وده لان الست ما شافتش وش دون، وبالتالي مش هيقدروا يثبتوا ان دون هو السفاح الحقيقي. وبعد اسابيع بيكون دون مفقود، وبتبقى والدة تيلور هتتجنن على جوزها ومش عارفه ازاي راجل طيب زي ده يختفي فجأة. ولما بيروحوا لمركز الشرطه بيقابلهم المحقق واللي بيعرف ساندي انهم لقوا جثة دون في الغابه، وانهم اتاكدوا انه مات عن طريق الغلط اثناء تنظيفه للسلاح. وبعد جنازه والد تيلور بيتم تعيين تيلور قائد لفرقه الكشافه مكان والده، وبيلقي الخطاب على شرف والده، وبيبص تايلور للجمهور وهو بيقول اكاذيب عن والده علشان يطلع بشكل كويس. وبيفضل يتكلم تايلور عن مواقف والده بشكل كويس، وبيكون هو وكاسي هما الوحيدين اللي عارفين ماضيه وان هو سفاح العقدة الوتدية، ولكنهم في النهايه قدروا يتخلصوا منه وفي نفس الوقت يحمي سمعه عيلته. وبيخلص الفيلم.